محدش هيقولكوا على الكلام ده. خليني بس اقولك بمنتهى البساطة، اللي هينفع معاك مش هينفع مع غيرك او مع غيرك، واللي هينفع مع غيرك غالبا ممكن ما ينفعش معاك. بيه يا عم اللخبطة دي؟ طيب قبل ما افصل لكم الموضوع واقول لكم على اي حاجه، تابعوني وكملوا الفيديو للاخر، لان بجد هكشف لكم موضوع معين محدش مش بيقوله، في نفس الوقت هفصل لكم الموضوع بمنتهى البساطه. طيب لو جبنا اتنين نفس الطول ونفس الوزن وبيناموا نفس عدد ساعات، بياكلوا نفس الاكل، بيتمرنوا نفس التمرين وكل حاجه، اللي اتنين مثلا 80 كيلو و180 سم، واحد منهم 50% دهون و20% مية و10% عضلات، والتاني 50% عضلات 20% مية و10% دهون. الله، الاتنين زي بعض. حاجة بسيطة جدا هي اللي بتفرق ما بين الاتنين، بتلعب دور مهم جدا في تشكيل جسمك، هي الجينات. الجينات مهمة جدا في ان هي تشكل جسمك. Understand your mindset and how it should your body، او بمعنى تاني to change your body start with mindset. دي هتشكل ده. الجينات هي اللي بتحدد جسمك يخزن ايه ويمتص ايه ويطرد ايه. واللايف ستايل جدا مهم، طبيعة الاكل جدا مهم. ما تخليش حد يضحك عليكوا ويقول لكم ان دايت واحد بينفع مع كل الناس، ان الاكل ده بتنفع مع كل الناس. لا، انا مثلا لما باكل اكل معين فيه مسبكات كتيره او معمول في زيت بتعب. بحب الحاجه السوفت مثلا اللي هي تكون مسلوقه يا مشويه. لازم الحاجه اللي انا اكلها تكون محسوبه ومناسبه، وما تكونش زياده عن حدها، لان بالمثل الشعبي الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. على مقاسي بالظبط. ده بالظبط نفس الاكل. ممكن اكل الاكل ما يكونش مناسب لجسمي، بس حد تاني ياكله يكون مناسب جدا ويجيب معاه نتيجه. في حاجه كمان كنت حابب ان انا اقولها، انا مش بعيب في حد ولا طالع ان انا اقول حد بعينه، بس كنت حابب ان انا اجرب من باب المعرفه مش اكتر، وبواقع خبرتي البسيطه في الموضوع، ان في بعض السيرفيز عند بعض الكوتشز او النيتريشنست عموما، او بعض الناس المشهوره. انا مش بعيب في حد والله، انا ما اعرفش اي حد خالص ولا ليا علاقه باي حد، بس ناس بشوفها كده وبتابعها قدامي، ان السيرفيس بتاعتها كنت دافع فيها مبلغ بس ما جابتش معايا نتيجه. ما في الكوتش اللي قدامي ما فهمش اللايف ستايل بتاعي، بالرغم ان انا طبيعه اللايف ستايل بتاعي شاقه جدا، فما ما ينفعش مع اللي هو ادولي خالص. او ممكن ان انا ادفع اكتر عشان خاطر يكون فيه اهتمام اكتر، وممكن ما يجيبش نتيجه برضه. كلها زي الفل، بس انا حبيت ان انا افهم طبيعه جسمي، وانا اللي فاهم شخصيتي وفاهم وضعي عامل ايه وجيناتي ماشيه ازاي، فانا باكل اللي يناسبني وبحاول اوظف كل حاجه في مصلحتي وصالحي. ممكن ان انا اتعلم من ناس وناس كتير، يعني بتبقى فضلها عليا ان انا بشوف فيديوهاتها وبستفاد منها بعد ربنا سبحانه وتعالى. في ناس تانية ممكن ما اقدرش ان انا استفاد منها. يكون في flexibility في طريقة الدايت اللي انا باخدها. مرة يكون في يوم فري، مرة ما يكونش فيه. مش هخسر حاجة، مش لازم ان انا امشي على حاجة قاسية انا ممكن ما التزمش بيها. لا، الموضوع فري، بس اهم حاجة المبدأ يكون موجود.